ولك أهلين أخي معروف. إيه هيك أنا من زمان حابب تنضم لشلتنا، ويلي بيعيش بده يعاشر بيشوف، وصدقني رح تستفيد من خبرتنا. طبعا بده يستفيد، والمعيته رح تزيد بالمفهومية والمعلومية، ولا شلون أخي حاتم؟ يا سيدي كلامك ما عليه غبار. قال اللي بيعاشر النجار بيأذي حاله بمنشاره، واللي بيعاشر العطار بتفوح ريحته مسك من بيته لبيت جاره. يا سيدي الله يسلمكم بجاه النبي. بالعكس المكسب معي، وأنا واثق حتى لو كنت غبي بصحبتكم رح صير المعي. هالكلام كتير حلو، بس عندي سؤال أخي معروف. تفضل أخي محسن. ليش ما منشوفك بالقهوة؟ مع انه القهوة لرجال القبضايات والقعدة فيها لهوة عن در النسوان اللعايات. أخي رح تستنطوا بلا معنى؟ بيجوز الزلمة مبسوط مع حرمته، أو مثلا هو بيتمنى والمخلوقة حارمته. سمعنا أخي راتب الله يخليك. صحيح أخي معروف مرتك عم تتحكم فيك؟ بالعكس ما في شيء من هاد. مرتي بتحب تشوفني سعيد، وقسما برب العباد بتلبي لي شو ما بريد. إذا قلت لها المامونية بتصير بالرمل، تاني يوم بتكب السميد. أصبح على هاللون مرتك مثالية، ما في منها بالكون، وما بتعرف سوء النية. هلا عم تحكي من كل عقلك ولا مرتك ضابعتك؟ لأنه يا أنت مربى ببيت أهلك يا أما هي ساحرتك. حشات تذكر لو ما كانوا مجتمعين نسواننا هلا سوا ومرته بالجملة، كان الزلمة أكيد رح ياكل هوا، ولما بيرجع رح تعمل له حفلة. أخي حاتم أصابيعك مو كلها سوا، والنسوان هيك. إذا نسوانكم عم يطعموكم هوا، أنا مرتي مو هيك. إيه يا حبيبي، سكت دهرا ونطق بالباطل. ولك يا معروف صدقني فعلا جنس النسوان عاطل. بتلاقي الوحدة منهم قوية ومكيودة ومقرحة، وما بتصير لينة وناعمة وطرية إلا عند المصلحة. طيب شو ساوي لكم؟ أنا مرتاح مع مرتي، يعني لحتى أرضيكم إلكن جايبة آخرتي؟ يا عمي نحن ما عم نحكي عن نسواننا، عم نحكي عن النسوان بشكل عام. وقسما بالله انت شروى احساننا وعم تتلاعب بالكلام. طيب شو بتعمل النسوان؟ محسوبكم متجوز جديد ولساتني فرحان. أنا رح أجاوبك. مثلا أنا مرتي بتقول عني بخيل، وبالبخل مالي مثيل، وعم تسود سمعتي بين الناس وبتنشرني على حبل الغسيل. هيك من الباب للطاقة، ولا من بخلك مرتك دايت خلاقة؟ مو مسألة دايت خلاقة، المسألة وما فيها إني مرة وكلتها بالمصروف. سامع أخي معروف؟ سامع سيدي سامع. وكلتها بالمصروف وعطيتها مبالغ. خليك معي أخي معروف، قسما بالله ما عم بالغ. معك أنا معك. وبظرف 5 أيام طار مصروف الشهر على علاك مصدي وعلى صخام، وبعدها اشتكت الفقر. ولك وين رحتي بالمصاري يا حرمنا المصون؟ ما ردت علي كأني عم غني بالطاحون. وين رحتي بالمصاري؟ كأني عم غني صيد العصاري. ومن يومها حرمت سلمها قرش، وصرت أنا المسؤول عن الأكل والشرب والفرش. ولما حست مرتي بالحامي لعنة حظها يلي رماها عندي، وصارت تقعد قدامي تماما مثل الفقير الهندي. صيغة بدها مع انه عندها، وكل طلب بتطلبه ما كنت ردها. وصارت مثل الضبعة المفجوعة وما كانت تلزم حدا، وفتحت قدامي 100 بلوعة وان كنت شاطر سدها. ودائما طلباتها كتيرة، وغير المصاري ما لها سيرة. دقت اخلاقي منها ومن طلباتها، اعتبارا من مكياجها وانتهاء بجراباتها. ولقاته ما عادت اكلت، بدها كاساتها. بقى شو رأيك؟ هيك مرتي بدهياني مثل طاسة الجن، منين ما نقرتني برن. هو أنا صاير معي هيك شي، بس قلت إنه الشغلة عرضية. معقولة مرتي بهالدرب تمشي؟ حاكم أنا بلجأ لحسن النية. لك شو عم تحكي انت؟ انو حسن نية؟ يا عمي النسوان شيطان اخرس، بياخدوك على البرية وبينيموك هنيك قبل ما تنعس. جنس يا لطيف قوي ومكيود، والكيد بدمهم طبع، وما بتقدر عليهم القرود، وبيسحبوا اللقمة من تم الضبع. لا ولو ما كانوا مكيودات وسمهم ماشي بالشريان،
أبدا ما كانوا موجودات بالآيات وبالقرآن. سيدي شغلتهم صارت معروفة وما بنقدر نقعد بلاهون. بتلاقي الوحدة منهم نعومة ومنقول يا الله ما أحلاهن، بس ما بتقدر عليهم حكومة وعلينا بيرموا بلاهن. يا جماعة انتوا عم تخوفوني. انا متجوز جديد حرمتي، خايف اول ما تشوفها عيوني تتغير فيها نظرتي. هلأ خلينا نصفن صفنة ونفسيتنا مرتاحة. مين طالع آدم من الجنة وقال له عض التفاحة؟ أمنا المنظومة حواء. قالت له القطة بتحرس جبنة، حاجة تشوفها وتتلوى، روح انهشها بالقرنة. وآدم صدقها لحواء، وكانت نهشة طول وعرض. وآدم تلقى العقاب، ربي أنزله على الأرض وبلش مشوار العذاب. واللي ساوى ذنب وهو عم يضحك رح يندم ورح يدخل وهو عم يبكي نار جهنم. لك حتى المرأة بالصور مرسومة بشكل حية، عم تبخ السم والزفر بإذنه لآدم يا خطية. مين كان أصل الشقاء ومين كان أصل البلاء؟ ما في شك امنا حواء. ها أصبح نحن ما عم نتجنى وما عم نجيب الكلام من عنا. كيد النسوان هالكنا وبيلحقنا وين ما كنا، وكل شي هن بيتمنوه عكس اللي نحن بنتمنى. لا، ومن تحت أظافيرهم بيخلقوا المشاكل، وانت يا سهيان يا غافل. وأكيد هلأ يا حسرة عم يحاولوا يسودوا عيشنا، وأنا ببصم بالعشرة إنهم عم ينتفوا ريشنا. ليش نحن بقيان علينا ريش؟ اصفينا على العظم يا حسرة، حتى اللحم ما فيش. بقى بترجاك يا سيد معروف، النسوان ما بدهم محامي دفاع، ومهما دافعت بتضلك خروف وعم تمعي بين ايديهن معمع. لا انت قول مهما حاول الجدي يصرخ ويركض ويهرب ويفشخ ما في فكر من النهاية ومصيره المحتوم بالمسلخ. يا جماعة انتوا عم تصوروا لي النسوان بشكل مريع، يعني كأنه الوحدة غولة وهاجمة على الحمل الوديع. يا معروف انت بتضلك حر حتى تخطب وتتجوز، بس هلا معك حق، لساتك غر وعم بتهجي ابجد هواز. يا معروف النسوان مثل اللغز المشفر، وكل ما حاولت تفهمهن رح يزيد جهلك اكثر. العمى على هالحالة، شو نحن مفوتين على بيتنا ذرة نووية ولا قنبلة ذرية؟ لك حبيبي انت ليش ما بدك تفهم؟ اخي حاتم فهموا طبع النسوان قبل ما يندم. لك يا ريت يفتح لي مخه احسن ما يطلع خلقي عليه وطخه. حاضر اخي حاتم. راح اسمعك على المضبوط. اسمعوا يا جماعة، هذا يا سيدي بأيام الخطبة كنت مع مرتي حازم وعايش مثل السلاطين، أنا السيد وهي الخادم واثنيناتنا مبسوطين. بس صدقني خيك حاتم انقلبت عيشته كلها طين من وقت اللي نقل الخاتم وقاموا من ايده اليمين. ايدي على راسك يا تمينة، ما اشتقتوا لحكياتي ولا انتم بالاسم عاملين حالكم رفقاتي؟ اسمعي شو عم تحكي يا مكرم، قال عاملين حالكم رفقاتي بالاسم، قريته إلهي ما يبله الوش وما أعدم هالكسم. والله والله يا نفيسة إنه الكلمة من تمك أحلى من لقمة الهريسة، وصدقيني جلستنا بلاكي مملة، بس بحضورك بتصير أنيسة. إيه لكن ليش ما عدتوا بعتوا وراي خبر وعم تسهروا لحالكم على المشرقة بضوء القمر؟ على علمي ما بتحلى سهراتكم إلا بحضوري، ليكون عم تتضايقوا مني ومن جاعوري. إيه بالعكس، انت احلى ما فيكي عصبيتك وجعورك، ونحن قصدنا نتغالظ عليكي بحضورك لحتى تطلعي عن طورك ونضحك لنا شوي ونتسلى. لشو شايفتيني قدامك يا بعدي؟ ريالتي شاطة ولا هبلة؟ ولك لا مو هيك قصدها، يلي بتقصده تمينة انك ما بتحبي الوجوه الحزينة وبتحبي المزح، ويلي بيعجبك من الكلام بتسمعي، ويلي ما بيعجبك بترميه على السطح. هو فعلا يا جماعة أنا بموت بالعبارة اللي فيها نكتة وبيجي لأنفرق شقفتين من القصص المعتة. بصراحة أنا هيك ربيت وطال على جدي بحب الضحك والتنكيت، لأنه جدي الله يرحمه كان روح قلبه يضحك الناس، وإذا ما ضحكوا يطلع لهم بلا الباس، وأنا طالعت له بهالشغلة. أنو شغلة؟ بإنه ضحك الناس وخليهم مبسوطين، وإذا ما ضحكوا بدهلوا وشي يا بالشحار يا بطي.
ايه والله يا نفيسة، انت مشهورة بخفة الدم، يعني اذا قلتي يا جمال البوبعة ما بتخلي على القلب هم. يا جمال البوبعة. ولك ليكون عم تضحكوا على عقلاتي، وبيني وبينكم خايفة تكونوا مستثقلين دماتي. أعوذ بالله، شو عم تحكي انتي؟ ليكي نحن وين وانتي وين صرتي؟ لا مو شي هيك، بس احيانا راوي النكت بظن انه جلسته مهضومه وكانه مونولوجيست، والقطه الطرشه مشفه مشرومه ما بتهرب مهما قلتي لها بست. ايه انت مو هيك بنوب، سبحان الذي خلقك ما احلاكي، كلامك نسمه بعز الشوق وما عم نسوى قشره بصله بلاكي، حتى ترفق ساعدي فضواكي. شايفة ما أخف دمها شايفة؟ ولو كان عندي مسواك اسنان كنت عرفتك مسواكي. إنه منين بتجيبي هالكلام يا مخلوقة؟ بصي عليه توصاي يا من الحريقة يا من السويقة. فظاع عليك يا نفيسة شو سريعة البديهة، مو مثل بنت عمك نزيهة، لك هديك من إلا مرحبا بتضل سنة عم تدور على الكلمة وما بتلاقيها. إيه بس شوفوا يا جماعة، أنا أحيانا بحكي النكتة وبشطح وبحس بحالي طرطوعة، ومهما حاولت آخذ بين الراكزين مطرح راح ضل بعينها المصروعة. حاشاكي يا نفيسة، ايه انت كل نكتك مسموعة. طيب شو رأيك تحكي لنا يا نفوسة نكتة مدروسة؟ على عيني يا نور عيني. قال في واحد بعد ما رجع من الحج وبعد السلام والتحية قال لهم لرفقاته يا جماعة إذا واحدكم نوى الحج بنصح يروح على السعودية. وقال كان في واحد بالحج واقف بين النسوان وهن طالعين لعرفات، قامت اجت مرة وقالت له ليش واقف بين النسوان؟ استحي على حالك وروح وقف مع الرجال. قام قال لها شو بك يا اختي؟ انا عم حج عن مرتي. بدك الصراحة يا نفوسة؟ هاتي لشوف يا عروسة. والله إني سامعة هالنكتة، بس للأسف سامعتها من جوزي محسن، ولما رواها اجتني العبسة، بس منك طالعة بتجنن. ليش بلا مؤاخذة، جوزك ثقيل ولا انت حاسة دمه تقيل؟ مو مسألة ثقيل، بس جوزي ما بيفهم بالنكت، ولما بيسمع شي نكتة بتلاقيه سكت، يعني لا في عنده رد فعل ولا عنده تعبير، ولا بيبان على سحنته أي تأثير، واللي رواله النكتة يا حرام بيخجل وبحس حاله صغير. لا وفوق هالشي وشه مثل العدس، سواء ضحك ولا عبس، بعكسي بالضبط. أنا بحب المرح والكركرة وهو بيحب الجد والسيطرة، وإذا حاولت ضحكه بشي نهفة شو بيقول لي؟ شو هاد؟ احترمي حالك حاجة مسخرة. ايه شو هذا يا؟ ايه والله الشي بيقصر العمر. طبعا، لأنه ما بيعينك على هم الدهر إلا التفاؤل والابتسام، ولا تنسوا إنه العمر فشخة بين الحياة والقبر، واللي بيتجاهل هالشي رح ينضام. مزبوط، هذا هو الحكي تمام. ايه بس هلأ جوزي تغير عن أول، تغير 180 درجة، وزمان أول تحول وأخلاقه صايرة فرجة، هلأ صار بيضحك بأمري وبيعبس بأمري، ويا من ترى عم يقلي لك ريتك تطلعي على قبري. وأكتر شي بخاف منه إني أطلب الطلاق شي يوم ودفعه متأخر مهري. وشلون هيك غيرتيه؟ شوفي تمينة، أنا صحيح مالي رزينة ولالي وقورة ولالي رصينة، بس أنا قوية كتير، وما حدا بيقدر ياكل بعقلي حلاوة وطحينة، وإذا حطيت ببالي شغلة لازم ساويها، وخاصة إذا كنت مظلومة، وصدقوني ها بقلب عاليها واطيها، ويمكن غير حكومة. إيه لطيف تلطف، بلش الهوا يهب وينسف. أصبح فهمينا يا مكرم شو قصتك مع جوزك، وخلينا ندخل بالجد، وإذا حبيتي تفهمينا خلينا نفهم ونحط لهالأنقلة حد. أنا ما عندي مانع، بس خايفة نفوسة تمانع. ليش مين أنا بالحارة لحتى خالفكن انتو التنتين؟ انتو الأكترية والكترة، وإذا بدكن تحكوا عن الرجال النية عندي متوفرة. لكن خلونا بالموضوع ندخل وننخل هالرجال بالمنخل. أنا أحب على قلبي لأنه انطباعي عن الرجال سلبي، وإذا شفتوني عم بجدبها وانجلق جلق فهذا كله قهر من الرجال وفشة خلق. أصبح خلينا نحلي ريقنا قبل ما نباشر حديثنا. يا نايفة
نعم ستي. هاتي زبدية القطر وكم قطايفة. حاضر ستي. بس والله يا جماعة خايفة اقبل قلبكم بقصصي. ليش فكرك وحدك رح تفتحي إذاعة وتفضحي بهالرجال وتجرحي؟ كل وحدة منا قلبها منفوخ شكل، لأنه رجال ما بينعطوش بالفعل. أصبح خليني بلش بقصتي، بركي إذا حكيتها بتروح قصتي. هاتي لشوف يا مكرم، حاكم ما في مرة من شر الرجال بتسلم. هذا يا جماعة جوزوني أهلي لواحد غني، وقالوا لي هالرجال محترم وكريم وطبعه هني. وقديش بيطلع عمره؟ أكبر مني بكتير، بس قلت لحالي بقصة الجواز كل شي بصير. غضيت النظر عن عمره بدفتر العائلة وقلت يلا بسيطة ماله بغطي. ما وقفت كتير عن هالمشكلة، خاصة إنه ابن ناس يعني ماله زطي. شو بدك تعملي؟ هذا نصيبك، ومهما هربتي منه بده يصيبك. المهم اتجوزت ودخل علي، وأنا مالي عرفانة راسي من رجلي، خاصة إني لساتني فتاة يعني مقبلة على الحياة، وبدي مين يدللني وعلى كفوف الراحات يحملني. ورغم هالشي عملت جوزي محبوبي، وقلت لازم أسعده، والله يغفر ذنوبي بعد ربي رح أعبده. ايه طبعا، هيك بنت الأصول بتعمل. معلش يا نفوسة خليني أكمل. لا تأخذيني ولي علي، قطعت كلامك اخصى علي. لا وشو قال لي جوزي محسين؟ الفرس السريعة والدار الوسيعة والمرأة المطيعة زيادة بالعمر، وأنا من جدتي صدقته يا حسرتي، ويلي من نمرتي رح تموت قهر. ليش شو مرضه وشو علته؟ الزلمة بده يعملها بغلته. مزبوط، هو بالأول كان يحب يسيطر علي بالكلام والأوامر، بس بعد مدة بطلته هالعادة وبطل يجائر. أصبح أكيد طبعه غليظ. الرجال كلهم هيك يا حفيظ. لا مو غليظ، بس العلة الكبيرة يلي عنده إنه بخيل، وبالبخل ما حدا قده. والأغنياء البخلة لا تآخذوني مثل الحمير بيشيلوا ذهب على ظهرهم وبياكلوا شعير. طيب أنت ليش أخذتيه يا حيوانة؟ صدقيني ما كنت عرفانة، لأنه كل شيء إذا شفتيه بتعرفيه بالنظر، بس ما بتعرفي شوفي بقلب الجوزة إلا لتفلقيها بالحجر. ايه والله لو النعجة ولدت وجابت بطة، والضبع صار قائد شرطة، والثعلب سلموه ناظر محطة، عمره البخيل ما بداوي إصبع مجروحة لقطة. لا وفوق كل هالشي أنا درويشة يا جماعة، مالي متطلبات ومالي طماعة، هيك ربيت ببيت أهلي على الفقر والتواضع والقلة. والفلاح اللي بينزل على المدينة ما بيشتهي غير دبس وطحينة. والله يا مكرم أنا رح أقول كلمتين من غير عباية، إن حبك افهميهم وإن ما حبك اعتبريهم تسلاية. ولو كلامك جواهر. تفضلي نفوسة. ولك الكريم إذا خسر ليرة الله بيبعت له عواضة، وإذا صدف ومرق بباب جهنم بيسقوه على رأسه المناضة. الخلاصة لما بلش جوزي يدقق معي على الأساسيات ويحرمني بدون وعي من الضروريات، ولما شعرت إنه ما عندي تدبير ومو طالع شي بإيدي، قررت بعد التفكير إني استعمل كيدي. ايه طبعا الحق معك، لأنه المرأة بالكيد مشهورة وما بتستعمله إلا عند الضرورة. يسلم تمك يا تمينة. وبلشت اشتغل بالزلمة من تحت لتحت، بالقومة وبالقعدة وحتى ونحن بالتخت. برافو عليك يا مكرم، لأنه ما في ظالم إلا رب العالمين يبليه بأظلام. وأنا كنت هالأظلم والله أعلم. شوفوا معي يا نور عيوني، وبتمنى بعد هالقصة تنصفوني. هلا الشراب هذا اللي عم بيشربوه نقوع ولا امر الدين؟ شلون ما بدك احسبه؟ فعلا انهم طيبين. صحة على قلبك. شوفي مكرم، ليش ما عم تعطيني وش؟ وليش عم تطلعي فيي بنظرة غش؟ في شي زعجك كرومتي؟ اصلا انت مو شاطر الا بصف الحكي، كرومتي وبطيختي، قال يعني عم يدلعني. طيب ما بدي افهم ليش زعلانة مني؟ قال يعني ما بتعرف. لا والله ما بعرف. غشم حالك لقلك، ريتك تسلم لأهلك. وليش هيك عم تتمسخري وعم تحاكيني مثل الأوباش؟ لأنه الأمر عندي جوهري وأنت دايرها طناش. شو مبين القصة جدية وزعلانة مني تمام؟ يعني إذا ما زعلت منك من مين بدي أزعل؟ من جارنا أبو هشام؟ إيه ما عاش الزعل يا كرومة.
أنا أكره علي شوفك مهمومة. ليلي بقى ليش زعلانة وأنا علي صالحك بأكلة مبرومة؟ هلا عن جد ما بتعرف ولا شايفني عم اخرف؟ لا ولو شو عم تخرفي؟ محشومة يا كرومة. هاتي لشوف سمعيني وإلك علي يلبيكي على الفور يا طي عيني. انا كم مرة صرت قايلت لك بدي سوارة؟ ايوه هلا فهمت عليكي. طيب انت استني شوي وعن قريب بلبيكي. يعني ضروري بيت استخارة حتى اخذ الجواب؟ ايه والله النسوان بيطلبوا من جوازهم سيارة وبعد ساعة بتصير على الباب. بس يا حسرة ما لي قيمة عندك ولا بيهمك امري ولا سعادتي، كأني انا واقفة ضدك او بدي احل عليك سآلتي. والله الحق معك يا كرومة، بس بصراحة ما معي سيولة، والتاجر مثل ما بتعرفي له ديون وسندات وعمولة، وهالشي كله ما بيجي بهالسهولة. يعني الواحد بده يطول باله وينطر، وحتى يلم مصاريه وأرباحه لازم يصبر. يعني شغلة صارت معروفة، وحالتي هلا مثل النعجة المندوفة، هيك قلك يعني. محسن مشان الله لا تجنني ولا تفوتني ببواب لخم، غيري مو احسن مني وحلي احفظ هالفيلم. ليكو جوزها لأم حسني حقق لها كل الحلم وجاب لها حلق ذهب وسواري بني عم تتباهى فيه بين الزلم. شو يعني انا عم اكذب عليكي؟ اي والله لو بامكاني لجيب لك خلخال لرجليكي. مو مسألة عم تكذب، بس انت لما بيكون معك 70 ذهبة بتقلي شحدت. بجوز، بس هلا هالعصا سببها الدين وقل عن من كل العصات، والديانة بينقسموا قسمين، نص اوادم ونص. هلا لا تقعد تحكي بلا طعمه، حفظنا هالديباجه. بعدين انت مالك متجوز حرمه، يمكن مفكر رجاجه. من هلا ورايح ما رح احكي ولا كلمه وما رح اكتر سماجه. مكرم لك مكرم، شبكي وين رحتي؟ هلا انت ليش فيكي هالطبع؟ بعلمي انت حمامه بيضاء، بعلمي صرتي ضبع. انا بدي افهم شغله واحده بس، انت ليش تجوزتني؟ شو ليش؟ لاني بحبك. ويلي بحب الثاني بهينه ولا العاشق بدلل محبينه؟ صدقيني يا مكرم ما في شي بيغلى عليكي، بالعكس انا مستعد احط ثروتي كلها بين ايديكي، بس السوق دائر والله اعلم، وما في بالصندوق صدقيني ولا درهم. هلا ليش عم تنبحت هالبحت؟ شفناك فوق وشفناك تحت، على عليك المصدي تصرف بالكبيري، اما اذا طلبت منك غرض يا تعتيري. هلا روقينا يا حلوه يا اصيله، وما في داعي للكركبه. ليش؟ خايف صدك هالليله اذا اجيت على الاوضه سلحبه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لك انت شو صار لك؟ عم اقول لك ما معي مصاري، ما معي مصاري، ما معي. يعني هالكلام مقبول منك لو انك فقير، بس يلي مو معقول انك تصير على الحصير. ولك يا مخلوقه حق لحمه بكره ما معي، وانت لسه بتاخذي وبتعطي معي. صحيح انا عندي املاك واطيان وبساتين ودكاكين اشكال والوان، بس الحيطان ما بتتاكل والتراب ما بينسف والعالم ما بتتشكل والناس بصريه هف. يعني الي بقلب العالم دين اكثر من 2,000,000. بقى لما بيجوني يا ببو عيوني رح اشتري لك بدل السواره سوارتين، وبدل المبرومين مبرومتين، واذا بدك زياده خير رح اهديكي سوليتير، وبالسياره موبايل، وبالشارع سلولير. لو مالي سمعاني هالكلام من قبل كنت صدقتك ورقت، بس يا ما زابلني زبل حتى تكسب الوقت. هلا قلي صحيح، انت لساتك بتحبني؟ شوفوا على الحكي اللي بيطالع الخلق، ولك انا بحبك اكثر من كل هالخلق. هاتي ايدك وحطيها على القلب يلي عم يخفق خفق حتى تحسي بالامانه والصدق. هلا قلبي طبيعي، وبمجرد ما تغازليني بعيونك بيطرق قلبي طرق. طيب وينك؟ انا هلا صدقتك، يعني مو معقول تكذب علي، وباعتباري مرتك راح اخلصك من هالبليه. انو بليه؟ شو قصدك؟ رح خفف عنك الحمله وما رح اعمل لك ثقله. كمان ما فهمت. انا هلا رح اعذرك لانه حق السواره غالي، بس من حقي انذرك اذا طنشت لي على التالي. وشو هو التالي بقى؟ بدي منك شحاطه لاني عم بستحي بالقديمه،
بقى ممكن تفرحني؟ ولا مع ما بدعس حافي على البلاطة عم خاف تفوت برجلي ازازة وتجرحني؟ ما فهمت عليكي، شو بدك؟ عم اقول لك بدي شحاطة تلتبس، لأنه على أرض الديار وأنت حافي ما بيندعس. يعني بدك شحاطة؟ ايه، لأني شفت بالسوق شحاطة حلوة إلى عقدة وشريطة، فقلت أكيد جوزي رح يزوق وما رح يعمل لي مشانة عيطة. أما شو شحاطة يا محسن، رخيصة وكويسة ولونها رمادي. بقى بترجاك إذا ممكن تهديني إياها بكرة لأنه يوم ميلادي. اهديكي شحاطة؟ إذا بتحسن. ما معي فراطة. إذا ممكن. ايه حاجة نياطة. ولك عم اقول لك شحاطة، لا تنورة ولا خراطة، لا عم اقول لك جيب لي فستان، ولا عم اقول لك قيسني عند الخياطة. والله ما معي فراطة. ولك يخرب بيت قلبك، حق الشحاطة ما معك، يا ريته يسلم لي اللي اخترعك. لك شو بتريديني انت تانية؟ انزل واشحت بالطرقات؟ تضرب هالدنيا الفانية إذا شحاطة بدها تزلني بهالحياة. هلا ما معك حق الشحاطة ربع مجيدي؟ لك لا تفضحيني يا مكرم، صفيت على الحديدي. يا ريتها تضرب هالعيشة. لك أنا اللي بدي إياه منك تضلي معي درويشة. ورصاصي فك حنك وفك، لا شك إنه هالزلمة دنية نفس لا شك. لك شو عم تحكي يا نفيسة؟ المخلوقة لساتها على عصمته، يعني قد ما كانت عيشتها تعيسة على جبينها طابع بصمته. لا تأخذيني مشان الغوالي، أنا أخطأت منك السماح، بس أنا لما بتضايق بسب حالي حتى نفسيتي ترتاح. ايه ولا على بالك، مو الحق على اللي بسب، الحق على اللي بيخلي الناس تسبه. ومهما حاولت اشعر جوزي محسن بالذنب، عمره هالإنسان ما اعترف بذنبه. لا وهلا شو يا حزرك، بيكونوا قاعدين بهالبستان وعم يجيبوا معدلنا. ايه الحكي ببلاش وبيستاهلوا شو ما قلنا. لا وشو بقول لحالي، في رجال جوابه من تمه وهو الآمر الناهي، وفي رجال جوابه من جزدانه وكمه وبفلوسه بيدفع عنه كل الدواهي. ايه بس جوزي محسن إيه لا من تمه ولا من كمه. ايه يقبر أمه إلهي. هو هيك بصير فينا، منجي لنستند على النخلة ونرتاح عليها، بتوقع فوقنا على غفلة هي واللي فيها. المهم هلأ كملينا هالمسلسل الأسطوري، حاكم قصة هالزلمة راح تطالعني عن طوري. وبلا طول سيرة يا حبيباتي، مرة من المرات قررت خوض المعمعة واتخلص من هالبلية. يعني ما بدي ضل مثل الضفدعة يلي عم تتملص من تم الحية. ايه شو عملتي؟ بصراحة مرة كان زابلني وزابلته، من الفوت على أوضة النوم حارمته، وهو عم يحوس بأرض الديار لا كأنه جوزي ولا كأني مرته، وعم ينفخ كل نفخة ايه بتطبخ حلي على الموقد. بصراحة يعني كان يوميتها مستفقد. استكتر علي الشحاطة، قال شو ما معه فراطة، لكن هاي المصاري شو؟ دخلكم يا ناس الحقوني رح اموت، يا بطني، يا بطني الحقوني يا ناس، يا معدتي، يا بطني. خير يا كرمتي، خير شو بكي؟ ما بعرف يا محسن، حاسه شي مثل السكين عم يهريني، معدتي هري. سلامتك حبيبتي، سلامتك. من امتى حسيتي بهالشي؟ هلا اللحظة جيت حتى اتسطح ونام واتغطى بالحرام. ما احس الا بمغص رهيب عم يقطع معدتي تقطيع. لا حول ولا قوة الا بالله. لا تكوني اخذة برد. يا ريته ينتعني القرد، انا بعرف شو اخذه. لا تكوني مخبصة بالاكل. ما بعرف شي. انا اللي بعرفه اني ما عاد اقدر اتحمل الم بنوب. طيب حبيبتي ولا يهمك، اتسطحي شوي على بين ما اغلي لك كاسة قرفة. قول لك هلا وقت القرفة؟ ليش شو فايت تساوي انت بالغرفة؟ لكن احسن شيء اغلي لك يا بابونج يا نعناع، لانه وجع البطن ما بيخضع الا بالنعناع. ما بعرف شي. انا يلي بعرفه انه
بعدتي عم تقلب قلبك يعني. يلا لحظة وبيكون النعنع جاهز. حبيبتي لا يهمك شيء، انت خدي شفه من هالنعناع وبعد ما تشربيه ما في شيء عندك رح يوجع، ولا يهمك حبيبتي. شربي اتركني محسن، مشان الله مالي لاقياني حالي ومن الوجع مالي شايفتك قبالي. انت اشربي شوي لانه الوجع ذبحك يا اخطي. بخاف اشرب تلعي نفسي. على كل ميرسي لك يا محسن، ميرسي. العفو هذا واجبي. اشربي شفة كرومتي. يلا حبيبتي. ايوه برافو عليكي. دخيلكم يا عالم، الله لا يدوقكم يلي عم دوق. رح استر من الالم يا محسن. طيب كملي كاس النعناع. ما بحسن. كمليها يا مكرم، اسمي غليتها وغليتها، ويمكن الطيبة لانه بايدي ساويتها. يلا نشوف حبيبتي يلا. ولك انا ما بحب النعناع، بحس حالي كاني عم بشرب زيت خروع. برافو عليكي، منيح يلي صفيتيه بالنقطة، وهلا بعد شوي رح ترتاحي من الورطة. يا ناس، معدتي يا عالم، لك بطي يا امي. هلا بياخذ النعناع مفعوله، لا تهتمي. طيب انا لحد هلا ما فهمت شو في ورا هالقصة، وليش تظاهرتي بالمغصى؟ اتركيها تعمل تكتيك، لانه براسها في موال، واللي بيحاول يأذيك بده يخسر، ما في مجال. المهم يا جماعة، صحيح نحن نسوان بملايا وغضين وبضين وطرايا، بس ضعفنا هاد بخلينا قوايا. كنت استعملي سلاح الدموع، يعني بكم دمعة سخنة بينتهي الموضوع. لا تخافي، استعملته بس بعد مدة أهملته، لأنه جوزي عنده جناب مثل الطناب. الملخص، بعد ما شربت النعناع رجعت بقوة اتوجع، وهو صار ينط محتار من هون لهون مثل الضفدع، واحتار بأمري أكبر حيرة، والمسكين افتكر الشغلة صغيرة، قامت طلعت مصيبة كبيرة. قولي يا بطني قولي يا بطني يا بطني، والله لو شربانة سمو هيك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. طولي بالك يا كرومة، وحاجة تنطي، خافة من القعدة والقومة يزداد عليك الوجع وتعملي لنا شي فنطي. هلا انت مستحيل من عياطي؟ فعلا انك ارباطي. يا ميمتي، حاسة معدتي صارت مثل المنفاخ. شو اعمل يا نور عيني؟ مشان الله ارشديني، لانه الحقيقة تربطت ايدي وحاسس بوجعك، قولي علي. ما بعرف، هذا شغلك مو شغلي، بس ان متت لا تجيبوا معدلي. ما في غير اني دق على الجيران، بركي بيساعدونا شوي. ما رح اتاخر حبيبتي، ديري بالك على حالك شوي. أنا جاركم محسن خوخة. شو بدك عم تدق مثل المجانين؟ إيش فكرنا ساكنين بساتين؟ افتحي مشان الله يا جارة، ولا تخليني أعيط بالحارة، الأمر ضروري كثير. يلا نازلة، طيرت النوم من عيوني، لا ومحل شي عم يحرقوني. مرحبا جارتنا رويدة. ولك يا عمي شو هيدا؟ حدا بيدق بهالوقت على الناس؟ والله إذا شافوك هيك مشوك الحراس. لا تأخذيني تقبريني، بس مرتي مكرم صايبتها نوبة أولنج والله أعلم. يا أما أكلة بوزة وفوقها بطيخة، ومشان هيك ما عم يهدى صريخة. لي على قامتي يا حق، ليكون دب فيها الطلق. لك أنا وطلق يا ست رويدة، ليش مرتي حبلة بالأول؟ أصبح استنى شوي علي لروح فهم جوزي شو حكايتي. الحاكم إذا شافني طالعة على الهسي بنص الليل بيعمل لي فانتي ماله مثيل. لحظة بس لا تروح.
مين حلوة اطلع من باب وفوت من باب مثل اللصوص. بس عجلي دخيلك، مكرم بالبيت لحالها عم تحوس وتلوز. تفضل جار، حاكم اكبر عار، الجار يطنش الجار، والجار جار لو جار، والحمار لو لك عجلي، هلا وقت الحكم والاشعار. ليش مرتك عم تصرخ مجلوقة جنان؟ خليها تصرخ، مو بايدها، بركي صراخ بفيدها. ايه بس الجيران نايمين ومحلو الصراخ، بعدين ممكن فهمانين شو يعني الاخ والاخ. يا بطني يا بطني مرحبا كرام. يا ريته هالوش ما يعدم. يا رويدة ما هدي بطني لا بالنعنع ولا بالصراخ. اصبح وينك محسن؟ من بكره اذا بتحسن بتروح لعند العطار ابو مختار وبتقول له بعتتني رويده يلي اختها هويده اللي اصلا من صيدا ويلي هلا ما اختلفنا، خلصيني وللنتيجه وصليني. وصف له حاله مرتك وببساطه ان شاء الله بتطيب. لا تشوف كسمه مهرتك، ابو مختار احسن من اكبر طبيب. طيب وهلا بتضل هيك لوش الصباح؟ يا رويدة الوجع ذابحني ذبح. هلا بغلي لها نعنع. ما بدي نعنع يا رويدة، الشغلة مو شغلة نعنع، أوجاعي رح بزيدها وكتر النعنع ما بينفع. أصبح اطلع لبرا يا محسن حتى ما سد لبطنها. معي دهن زيت النارنج جايبته من كفر بطنها. يا رويدة تسطحي يا روحي تسطحي وعلى هالتخت تلقحي. كشفي لي عن بطنك شوي وما في داعي تستحي. وضلت هالجارة تفرك وتمعك وتمعك وتفرك وما عطتني بهالزيت، وإذا حركت تترجاني ما أحرك وأنا وياها بالبيت. ومحسن قاعد على باب الغرفة مثل الكلب الأمين، والمسكين كل نتفة ونتفة يدق الباب وتقول له الجارة مين؟ وانتي لساتك مريضة، القريضة تقرضك قريضة. معلوم بدها تضل مريضة لأنه كيد النسوان فريضة. الحاصله تاني يوم راح محسن لعند العطار يلي اسمه أبو مختار، وهو مستعجب ومحتار من هالوجع يلي ماله دبار. صباح الخير ابو مختار. صباح الخيرات والليرات، نهارك مبارك بالصلاة على النبي. الله يبارك فيك. أنا محسن جار اللي ست رويدة يلي اختها هويدة ويلي اصله من صيدا يلي بيقولوا شو هيدا. ولك شو بدك بهالعلاك؟ مو انت محسن خوخة؟ بلا انا. ليش هيك عم تتعبني بالدويخة؟ فكرتك ما بتعرفني. شلون ما بعرفك؟ اي والله لولا العيب والحياة لاصرفك. ولك مو انت بنفسك اجيتني السنة الماضية لا لك درسك؟ ايه صحيح، العتب على الذاكرة. المهم ابو مختار مرتي بالبيت بطلع عم يمغصى، يمكن ما حق لنج ولا فادا لا نعنع ولا مليسة ولا دهن النارنج. والوجع خفيف ولا قوي؟ اصواتها طالعة يا لطيف وبالحارة عم تدوي دوي. عم اقول لك ما نيمتنا امبارح وعم تطط وما عم تحط. تسلم لي ان شاء الله. شو فالح هي بدها لسان القط. شو هاد؟ هلا راح اعطيك دواء مركب تركيبة ايدي وخليها تشرب منه وبعدها شوف حالتها يا سيدي. وللمعلومة هذا دواء مثل السحر بيشفي العليل والمرضان، ونص العطارين باخدهم انا على البحر وكل واحد منهم بيرجع عطشان. ومن ايش هالدواء مؤلف؟ حاكي ما بقدر اعطي مرتي شو ما كان، لا وبخاف ما يناسبها وتضعف ويرجع الوجع اكثر مما كان. ايه شو شايفني قدامك خرفان حتى ما اعرف دواء المعدة؟ قسما بالله بداوي المرضان بدون ما اشوفه وانا نايم على مخدة. من ايش مؤلف يعني؟ شو جاي تفحصني انت؟ على كل رح اطبق الوصفة قدامك. شوف يا سيدي، هذا اسمه اذن التيس. نعم. وهذا اسمه قتة الحمار. وهي دهن الخيار. نخلطهم مع بعضهم بيصيروا غري النجار، ومهمتهم يكيسوا وبر المصران تكييس ويليسوا جدران المعدة تلييس. هذا يا سيدي اسمه اذن الفيل ضد التوجع والعويل.
وهالقضيب هاد يلي قفايي، هذا القضيب اسمه حافر الجحش، ما في منه لنفخة الكرش. وهالشرش هاد اسمه مكنسة الزبال، بنخلطه مع زهرة القريضة، بتلحس منه المريضة، بتتعافى بالحال. يعني كم دواء بدك تعطيني؟ أنا رح أعمل لك ياهن دواء واحد، ورح أدلقهم مع بعضهم أحسن ما توهم المريضة من كثر الأدوية وترميهم بأرضهم. بس عجل اعمل معروف، مرتي من وجعها بعيونها ما عم تشوف. أخي إذا بدك تعجلني ما بقول بعرف بشتغل، حاكم إذا خربطت بشي عيار غصبا عني حتما وقتها بدي انسأل. يا سيدي خود راحتك وأكثر من الراحة، حاكم أنت مركن كتير هيك اللاحة. يا ضاربين الودع هو الودع الايه، خصام حبيبي دلع ولا خصام ليه، يا ضاربين الودع هو الودع الايه، خصام حبيبي دلع ولا خصام ايه. اطمني يا كرومه، جبت لك الدواء يلي هو بتدهني منه على بطنك يا منظومه، بتطيب المعده والمصران والكلوه، وهي انينه شراب وهي صفوف، بلحظه بينتهي العذاب بعد ما تلفي بطنك بالصوف. حاسه نهايتي قربت يا محسن. شو هالحكي الفاضي يا مكرم؟ ايه سلامة قلبك ان شاء الله، النهاية ما حدا فيها بيعلم غير يلي اسمه الله. وهلا بدك تشربي من هالدواء كم معلقة، هذا الشراب مخلوط جديد، وبعدها بتطيبي عن حقها وبتصيري مثل الحديد. الله يجعله ألف صحة يا أميرة الأميرات. أصبح رح أطلع أنا مشان تدهن لك بطنك بالزيتات. إن شاء الله يكون فيهم الفايدة، لأنه بصراحة خايفة يكون معي الزايدة. اسمعي يا رويدة شو عم تقول، أنت سمي بالرحمن والوجع رح يزول. محسن يمكن دفعت حق الدواء غالي مو هيك؟ وأنت يا حرام ما معك. مو بإيدي، غصب عني يا تميمي، لأنه جوزي مفكرني على نياتي ومسكينة، بس أنا براسي هدف، ويلي بيمسك العرق بيوصل للتينة. ولك يضربوا هيك رجال يضربوا، والعيش معهم ما أكربوا. والله معك حق يا نفيسة، لأنه في رجال لا طنجرتهم بتغلي ولا مقلايتهم بتقلي، وفوق كل هاد بيقولوا لك كلي حبيبتي كلي وتسلي. مزبوط عم تحكي، أنا أكره ما علي الرجال البخلة يلي بيفوتوا على البيت مثل الطاووس وصباطهم عم يزقزق وما في مطبخهم قطرميز مكدوس ولا طنجرة بتبقبق. إنه ما بدي أفهم على شو هالزنق، لك إلهي يروح وخنق. المهم هلأ يا مكرم، هالمقلب اللي عملتيه بجوزك حلو كتير، فلا تقطعي فينا الحبل بنص البيت. المهم يا حبيباتي، المثل بيقلك إن ضربت وجع وإن طعمت شبع، وباعتبار جوزي محسن لا عم يطعمي ولا عم يشبع ولا عم ينفع ولا عم ينفع، فأنا قررت وبدون ما أندم إني أضرب ووجع. صباح الخير. صباح الخير استاذ. شلونك سمير؟ بخير استاذ. ايه شو بتخبرنا؟ ما في الا سلامتك استاذ. في هذا المخطوط بعته الاديب الشاعر الدكتور عبد الكريم اسعفوني. ايه صحيح، انا قلت له يبعته حتى اطلع عليه واكتب له المقدمه. ويا ترى بعت كتاب موافقه من وزاره الاعلام بالسماح بالتداول؟ لا استاذ، ما بعت غير كتاب موافقه من اتحاد كتاب العرب. ما بكفي، بدنا موافقة وزارة الإعلام دائرة الرقابة والنشر، وإلا ما بنحسن نشر له إياه على الإطلاق. لأنه بصراحة وجعني راسي لما نشرت كتاب مذكرات حمار بدون موافقة الإعلام. ما بدي أدخل بين القبور وما بدي أشوف منامات وحشة، هيك بتفهموا بالأستاذ أسعفوني. غيره في شيء؟ حدا اتصل فيني؟ نعم أستاذ، اتصل فيك الصحفي هشام داريا. أيوة، وقال لك شو بريد؟ قال بده موعد مشان زيارة خاصة وعطاني رقم تليفون مشان رد له خبر. ماشي الحال، هلا بس اطلع بتتصل فيه حتى يحاكيني. غيره؟ سلامتك استاذ معاوية، هذا كل شيء.
اصبح الله يرضى عليك هلا بتعمل لي فاكس لدار الغروب للنشر بلندن وبتعتذر عن تعاوننا معهم، وقول لهم لا يشحنوا لنا ولا كتاب لانه ما مشي الحال بالرقابه، وبتعمل فاكس ثاني بهالمعنى لتونس ولدار خولة للنشر بلبنان. حاضر على عيني استاذ. غيره؟ سلامتك ما في شيء. الو. ايوه ايه موجود هون. ايه تفضل تليفون لك استاذ. الو. اهلين. مين؟ اهلين استاذ هشام. ايه والله قال لي سكرتير. تكرم على عيني وراسي. يا سيدي انت ما بتحب ما بتفرق بتفضل تجيني على المكتب، بتفضل بمحل ثاني، انا جاهز. بدك محل هادي؟ ما في مانع. طيب شو رايك نلتقي بكره الساعه 12 الظهر؟ اوكي، اذا لقاءنا بمقهى الفلاورز. ايه غدا. اهلين وسهلين ومرحبتين. الله معك، مع السلامه. مرحبا استاذ هشام. 100 اهلا وسهلا. اهلا استاذ معاويه، تفضل. اسف جدا على التاخير بس شو بدي اساوي مو بايدي، وخفت كمان يكون سكرتيري ما خبرك بتبديل الموعد. لا بالحقيقه خبرني وانا مقدر ظروفكم، عندكم مشاغل كثير. قبل كل شيء شو بتحب تاخذ؟ اي شيء فريش ما بتفرق. ماشي. ايمن استاذ واحد بردان يا سيدي. تكرم عينك. اهلا وسهلا استاذ معاويه. يا اهلا وسهلا فيك. بالحقيقه انا بعتقد انه احنا سبق والتقينا بعرس الابعيد اذا بتذكر، وقتها كنا هلا بدك تعرفني على حالك يا استاذ هشام؟ يا سيدي انا رح اقول لك بمنتهى الصراحه وبعيدا عن المجامله انه ما في صحفي نال اعجابي وتمتع باحترامي مثلك يا استاذ هشام. يا سيدي الله يخليك ويديمك. وبالحقيقه هالمديح هذا من رجل مثقف مثلك وصاحب دار نشر محترمه بخليني ازداد ثقه ووجود بالانتاج. مثل ما عم اقول لك، انت انسان عم تتحسس اوجاع الوطن وعم تحاول تكون لسان حاله وعم تنقل شكواه بشكل مقنع وملفت ضمن سخريه لاذعه مره من شانها ايقاظ حس المهمل من ذوي المسؤوليه والعلاقه. والله يا استاذ انا عم حاول يكون لكتاباتي فائده ما في داعي تشرح استاذ، كله واصل وكله مفهوم. وصدقني أنا لولا زاويتك ماشي الحال بجريدة نيسان ما بشتري الجريدة كلها على بعضها. مو ازدراء بمحتوياتها، لا، أنا ما بستهين بجهود إنسان على الإطلاق، إنما لأني مشترك بصحف أخرى وعم بقرأ نفس الأخبار دون زيادة أو نقصان. استاذ هذا الكلام بشجعني وبيدعمني بالموضوع اللي حبيت أبدأ من شانه. تفضل. استاذ العصير. شكرا. عفوا. قبل ما أفوت بموضوعي حابب اسالك عن دار النشر اللي تملكها حضرتك. ايه تفضل تفضل. يعني في اي نشاط ادبي بالبلد؟ بقصد في مخطوطات مهمه لفتت نظرك وحابب تطبعها؟ هو نشاط فيه بس ما بعرف شو بدي اسميه. نشاط ورقي، نشاط طباعي، ما بعرف. يعني مثلا تقدم لي الشهر الماضي اكثر من 25 مؤلف وبدهم يطبعوا كتبهم، بس كل هالمؤلفين عم يحكوا يا اما عن الريجيم، عن الطبخ، اقرأ برجك، تداوى بالاعشاب، صلح تلفزيونك بنفسك، فسر احلامك، اساطير وعجائب، اقاويل وغرائب، صدق او لا تصدق، يعني من هالوزن، وكلهم دفيعها. وبدهم الورق ثقيل، جراماج عالي، اوفست وفرز الوان متطور وعلى الكمبيوتر. عفوا، وحضرتك بتنشرهم ولا؟ لا 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 ابدا، انا ما بنشر كتب تجاريه ابدا. ما بقبل اطبع بمطبعتي الا الكتب يلي إلها قيمه ثقافيه، ادبيه، فكريه، او على الاقل الكتب الجماهيريه المفيده للناس وما بتسخر بعقولهم، وما تبقى بنعتذر عن قبوله. لذلك عم اطبع وانشر الان كتب تراثيه وسلفيه. الله وكيلك يا استاذ هشام، ديوان جرير والفرزدق والحطيئه على سبيل المثال صرت طابعهم وناشرهم اكثر من 9 مرات،
وكل معرض يقام ببلد عربي بنتع هالكتب وبركض فيهم حتى اشترك فيه. وشو السبب استاذ؟ السبب هو انه التجارة طغت على الادب. يعني بينباع بالشهر كتاب كيف تنجو من عذاب انكر ونكير اكثر ب50 مرة من كتاب جمهورية افلاطون الفاضلة. يعني الادب في تراجع والتجارة في ازدهار. فعلا عصر مجنون. اصلا مسموعات دار النشر تبعكم هي اللي خلتني اتشجع واطلب مقابلتك. انا بالخدمة مور. مثل ما بتعرف استاذ معاوية، انا عندي زاوية يومية بالجريدة اسمها ماشي الحال. نعم. ومثل ما بتعرف كمان مو كل شيء بينتشر. يعني اذا بيقبلوا لي زاوية بالمقابل بيرفضوا لي 3. بقى شو قلت لحالي، ليش يا ولد ما بتجمع هالزوايا المرفوضة هي وبتسويهم كتاب وبتنشره؟ والله يا استاذ هشام الفكرة معقولة تماما. يعني ممكن تتبنوها استاذ؟ لانه بصراحة انا ما عندي السيولة اللي بتمكنني من تمويل نشر هذا الكتاب وطباعته. شوف استاذ هشام، الفكرة من حيث المبدأ مقبولة عندي، وخاصة اني بحب اسلوب تفكيرك وسخريتك. صحيح الكتاب المحصلة ما رح يكون اثر ادبي وما رح يحمل ملامح الادب الساخر، بس كمان الاقتراب من الواقع والاغارة على التفاصيل الصغيرة الموجودة بحياتنا ومعالجتها، كمان هذا من شأنه يسعد الناس ويقربهم من الكلمة المكتوبة. انا سعيد جدا بهذا الكلام استاذ معاوية، هو بتمنى يجي كتابي ضمن ما سميته حضرتك كتب مفيدة للناس. وشو رح تسمي هالكتاب يا ترى؟ رح سميه غير قابل للنشر، غير صالح للنشر، ممنوع من النشر، يعني شيء من هذا القبيل. عنوان ملفت، ما في مانع ابدا. بتحب اعطيك مخطوطات حتى تطلع عليهم؟ ايه طبعا، بس اذا ما عندك مانع يا ريت تعطيني فكرة عن بعض المواضيع المطروحة. بأمرك استاذ، بس عفوا عندك وقت حتى استرسل شوي؟ وقتي ملكك، مرتي باللاذقية مع الأولاد وصفيان عزابي. معناها في وقت منيح. استاذي، أول قصة هي من خلال مشاهداتي الميدانية كصحفي، وصارت بإحدى المستشفيات. تفضل دكتور. شكرا أبو اسكندر. تريد شيء ثاني دكتور؟ لا 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 سلامتك. الو نعم. نعم انا الدكتور عبد الرحيم. نعم يا اهلا وسهلا ومرحبا. احترامي صاحب السعاده. خير مين؟ شو الحكي؟ زوجتكم مدام انتصار؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا 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 سيدي ما رح نتاخر ابدا. ليش بنسترجي نحن؟ الله يخليك فورا يا سيدي فورا، ان شاء الله سلامه قلبها. الله معكم سيدي. يلا 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 مولانا، مع السلامة يا سيدي مع السلامة. الو دكتور حسن، الله يرضى عليك هيئ لي جناح العز للمسؤولين بسرعة. في عندي حالة إسعاف طارئ وركب فيه أحدث الأسرة، وفك النايل عن طقومة الجلوس اللي اجونا امبارح ومدوها بالغرفة. لك لا بس حرم صاحب السعادة مدام انتصار جاي لعنا بحالة إسعاف بسرعة الله يرضى عليك. الله معك. مرحبا دكتور عبد الرحيم. اهلا دكتور بهاء، جيت بوقتك. خير شو في؟ هلا وفورا وعلى الحارك بتغير لي انابيب الاكسجين كلياتها بجناح المسؤولين، وبتفحص لي الكونديشن، وبتشوف قوه تبريده، وبتغير لي طاقم الممرضات كلهم، وبتجيب الممرضات المتخرجات الحلوات النغشات مثل الانسه سميره والانسه اعتدال والسيده براءات، جيبها وبتستنفر لي غرفه العمليات كلها. بس يا دكتور غرفة العمليات مشغولة حاليا، الدكتور أنس عم بيعمل فيه عملية زايدة لواحد مريض. طالعوا فورا هو والمريض تبعه، طالعوا. دكتور وين بدنا نطالعه؟ كيف بده يكمل له العملية؟ شو بيعرفني؟ إن شاء الله يكمل على الأسطوح، المهم اسحبه هو ومريضه لشي غرفة ثانية، فهمان؟ وبتعقم لي غرفة العمليات والمطهرات، وبتغير الشراشف والمناشف والمقصات والمشارط والمباضع كلياتها، يعني ما بدي شيء مصدي، ما بدي مقص مدلم او قطن له غبره او زغبره، فهمان علي شو عم بحكي؟ وبسرعه مثل ما الله خلقك، اوام؟ ليش استاذ؟ يعني في شيء بده؟ ولا خلصني هلا روح من وشي ونفذ لي اللي قلت لك عليه، ما دام انتصار حرم صاحب السعاده على الطريق لعنا بحاله اسعاف، اوام؟
طيب دكتور مثل ما تريد. رح لساتك هون، تحرك بسرعه. مرحبا دكتور، سمعنا من الدكتور حسن انه حرم صعب صعب. اخي قبل السلام والكلام فورا بتبدل لي الممرضين والاذنه، ابتداء من البوابه اللي على الباب وموظفي الكاونتر وانتهاء باللفايات والموظفين، وبتشطفوا الكوريدورات بالديتول والاجاكس والكلوروكس وبتطلع لي البرادي وتعلقها بجناح العز للمسؤولين فقط. بس شلون؟ باسرع من البرق. ها لك لساتك واقف عم تحلق فيني؟ طير طيران خلصني. وينك؟ لا تنسى تنظف الاسانسورات وترشهم بالعطر ملطف الجو. ها اوعك. امرك دكتور امرك. دكتور مطيع عم يقطع عليك. بأقصى ما تستطيع جهز لي جهاز الرنين المغناطيسي والالترا ساوند وجهاز الطبق المحوري بأقصى ما تستطيع. put everything in order. ولا تنسى كمان غرفة العناية المشددة، بدي اياها مثل المرايا سواء بالأسرة ولا بالأجهزة أو حتى بالبلاط، بدي كل شيء فيها يتلامع ملامعة. على عيني دكتور، بس في مرضى بحالة حساسة جدا وقاعدين تحت الأجهزة. ولك أنو مرضى هدول؟ عم اقول لك حرم صاحب السعادة جاي بحالة إسعاف، فورا بتطلع هلا تسحب البرابيش من تمهم وبتاخذهم لغرف عادية. خلصني أوام. بس يا دكتور. لك شو بس؟ يخرب بيتك شو بتجادل؟ هلا أنت مدير مستشفى ولا أنا؟ اركض في الدوام خلصني. ودك كمان هون بسرعة بسرعة. عمالك عليها. سلامتك مدام، سلامتك جر لهون ألف سلامة. مدام أنا عبد الرحيم، الدكتور عبد الرحيم مدير المستشفى. بإيش حاسة ترى مدام؟ دكتور حاسة كيكين عم تقطع بخواصري تقطيع. سلامتك يا مدام، سلامتك، ألف سلامة إن شاء الله. معلش نزوها لهون. لا دكتور أنا بقدر أنزل. بتقدري؟ لا خايف عليكي لأنه. لا بقدر. إيه طيب ساعدوها لو سمحتوا على مهلكم بحيث رقة. الله يرضى عليكم. سلامتك مدام. حطوها هون على مهلك. سلامتك ألف سلامة إن شاء الله يا ربي. بسيطة إن شاء الله، عرضية مدام. الله يخلينا إياك. على مهلك. بنات ارفعوا لي رجلي على السرير. أيوه. دكتور مطيع يرضى عليك اعطيها الابره المهدئه. جاهزه دكتور موجوده. لا بالعضل مو هيك؟ إيه لا بالعضل ما بيصير. انت اعطيها اياها بالعضل. تكرم دكتور. انتم جميعا الى الوراء. دور. ولا يهمك مدام، دقيقه وبيزور الوجع. فيها العافيه ان شاء الله. الله يعافيك دكتور. من امتى حسيتي بالوجع مدام؟ من ساعتين. ووين متركز الوجع أكثر شيء؟ هون على اليمين. شو السبب دكتور؟ اطمني مدام انتصار، هلا بيبين معنا. يا ترى أنت معك رمل شيء؟ لا، هي أول مرة بيصير معي هيك شيء. لا تنوهمي مدام، كله رح يبين معنا بالتصوير. حملوها. سلامتك مع قلبك من العافية. سلامتك. أنا صرت أحسن هلا. صرتي أحسن؟ بقدر أقوم. تقدري تقومي؟ طمنيني مشان الله. لا والله. الحمد لله، ألف الحمد لله. الله يخليك يا دكتور. حملوها. ساعدوها معنا. سلامتك. الله يعافيك يا رب. على مهلك. شوي مدام، لا تكبري في شختك، على مهلك. مولاي معلش على مهلك. شوي. غطيها. لا تسرعوا فيها كثير. اهلين دكتور. في عندك بر مهدئة؟ في عندي الدكتور، بس هدول تصنيع محلي. ولك كفاهم علي يا بني ادم، هدول اللي حرم سعادته. إيه لي هيك بالاول، هلا بروح على المستودع وطالع لك الادويه الاصليه. بسرعه لا تطول. على عيني دكتور، لحظه وبيصلك كل شيء. شلون شايفه حالك مدام هلا؟ تحسنت شوي على الاول الحمد لله. بس دكتور
حاسه هون في شيء عم بينقف في خاصرتي نقف. ايه طبعا، لانه الوجع مدام هلا راجع بفعل الابر والمسكنات. يا دكتور مظفر. امرك دكتور. حط له قلط عليك بالسيروم دوتافينايل. امرك. وشلونه صاحب السعاده مدام؟ الحمد لله، الله يعينه ما عم يلحق شغله. ايه طبعا، قليل الهم يلي حامله، الله يحرسه ويخلي لنا يا الهي. انسانيفين. امرك دكتور. كبسي لها رجليها. لا العفو، ما في داعي. ولو هذا واجبنا مدام انتصار، ولو بصراحة قديش شفت بحياتي مستشفيات، بس مثل عنايتكم لا شفت ولا عيني رأيت. شو عم تحكي انت يا مدام انتصار؟ نحن هون روحنا في المريض. وشو طلع معي دكتور؟ هو الحقيقة طلع معك التهاب بالزايدة. طيب هالشي بيروح بالمعالجة ولا بدي عملية؟ بصراحة بدك عملية، ونحن عم ننطر الأدوية تاخذ مفعولة بجسمك حتى ناخذك على غرفة العمليات فورا. الكل مستنفر هنيك وعم يستنانا. دكتور بتسمحوا لي اتصل بجوزي مشان حتى اقول له يجي يشوفني يشق علي، لانه انا لما اجتني كريزة الرمل على غفله. ولو يا مدام نحن كلنا بامرك وبامر صاحب السعاده. دكتور مطيع، اعطيني اللاسلكي تبعك. عقمي لي يا بطني. تكرم دكتور. تفضلي مدام. يسلم. يا سلام يا سلام على الاهتمام هذا. الله يخليك يا مدام. أنا بحياتي وعمري ما شفت هيك اهتمام ولا بالأحلام. قالوا بيقولوا إنه المستشفيات ما بتعتني بالمريض، يجوا يشوفوا بعينه. إشاعات يا مدام، إشاعات. نفوس مريضة ونوايا مغرضة. على كل حال أنا رح أتركك هلأ كم ساعة على بين ما تصيري جاهزة للعملية، وهالممرضات كله تحت خدمتك. بالإذن مدام، مع عفان إن شاء الله. شكرا. خليك يا ربي. يعطيك العافية مدام. سلام. بتريد نحط لك موسيقى هادية؟ لا حطي لي نوال الزغبي. ايه تكرمي. يا مهنا حط لي شريط نوال الزغبي الله يخليك. مشغول. وينك؟ اسمع، بمجرد ما يجي صاحب السعادة بتسقوه قهوة مرة من على الباب، وبتخلي بنت صغيرة تقدم له باقة ورد، مفهوم؟ حاضر دكتور. ولا حدا يطلب شيء باسم المستشفى اطلاقا، اطلاقا، انا بحكي وبس، مفهوم؟ مفهوم دكتور، مفهوم. يمكن اجى صاحب السعادة. دكتور حرم صاحب السعادة مدام انتصار معنا بحالة إسعاف. وصل سعادته؟ لا دكتور، حرمه يلي وصلت. مين؟ حرم سعادته؟ ايه دكتور، ليكن عم ينزلوه على النقالة. العمى العنين، لكن مين هي اللي جوا؟ فوتوها بسرعة بالخدمة الممتازة والعناية الفائقة، على بين ما اشوف شو القصة جوا. حاضر. اوام بسرعة، اوام. اسرعي هيك اشوف. خير دكتور شو في؟ شو اسم حضرتك يا مدام؟ أنا اسمي انتصار. انتصار شو؟ انتصار نور الدين. شو بيشتغل جوزك؟ معلم باطون. معلم باطون؟ باطون؟ يخرب بيتك وبيت بيتك يا عبد الفتاح. مو دكتور. هات لنا آلة وشحطها لهالمخلوقة لبرا فورا. قيمي هالمسخرة من ايدك، قيمي لها اياها. لوين مش حاطط دكتور؟ شو لوين؟ على جهنم الحمراء، على الهفا. العمى على الوقاحة، عم ندللها وعم كبس لها رجليها وهي ساكتة. عجل اوام خلصني، روح الحشها بأي قرنة. إذا جيتك أنا بنسى لحالي. هاتي هالموبايل من ايدك. لوين أردمي؟ شو بدي أنا لوين أردمي؟ يا ربي لوين أردمي؟ لك ليش عم تركضوا فيك؟
لسه ناقص يا مدام. قولي الله يوفقك، ليش عم تشوفي كل هيك؟ دعموني. سلامتك يا مدام انتصار، سلامتك، ألف سلامة يا ربي، ريتوا الوجع على قلبي إن شاء الله. سلامة قلبك. حملوها ونقلوها لهون. لا بنزل لحالي. تنزلي لحالك؟ أكيد بتقدري؟ على مهلك على مهلك على مهلك، شايف. سلامتك، ما عندك الا العافيه ان شاء الله. دكتور مطيع. نعم دكتور. الله يرضى عليك، أعطيها الإبرة المهدئة فورا. إجازة دكتور. لا مو أنت. نيفين. أعطيها الإبرة الله يرضى عليكي. إلى الوراء دم. بالعضل اللي عنده. فوري هالراديو دخيلكم مطوشة. مهنا اطفينا الراديو. دخيلكم وين أنا؟ شو هاد؟ وين هيكتوني؟ يا ممرضة يا دكاترة دخيلكم الحقوني. الحقوني من وجعوني. شو هالحكي؟ معقولة؟ ما أنا قصته لا زودت حرف، هذا اللي صار، وهذا اللي كتبته مشان انشره بزاويتي اليومية وانرفض. طيب شو قصتك الثانية؟ أنا ما رح أعلق على هالقصص لحتى تنتهي. يا سيدي قصدي الثانية هي كالتالي. يا ناس، يا عالم، يا شرطة، دخيلكم الحقوني. طول بالك يا أخ، طول بالك. دخيلكم الحقوني، في مجنون عم يفل علي الباب بده يقتلني. طول بالك. يا ناس، يا عالم، يا شرطة، مشان الله الحقوني. لحظة يا حباب، لحظة إذا بتريد. خير يا اخي، شو في؟ ممكن تكلف خاطرك وتيجي معي دقيقة؟ لوين يعني؟ يبدو في شخص عم يعتدي على الثاني وعم يهدده بالقتل. هون المحل، قريب بحارة ثانية. شو هالحكي؟ مثل ما عم بقول لك، يعني لازم تنقذوه قبل ما يقتلوا المجرم. بس انا ماني علاقة بالموضوع. شلون ما لك علاقة؟ مو شرطي حضرتك؟ مبلا شرطي، بس بالهجرة والجوازات. يعطيك العافية. ولك يا شرطة، مشان الله انقذوني قبل ما هالمجنون يقتلني. ولك يا شرطة. جيت بوقتك. خير، من شان الله تجي معي. يمكن تصير جريمة قتل بالبيت هون اللي بالحارة هي. للأسف أنا مالي علاقة. لك شلون ما لك علاقة؟ إذا شرطي وما لك علاقة، مين اللي له علاقة لكان؟ لك يا عيني أنا مش شرطة المرافقة بالوزارة، فهمت علي بقى؟ لك يا شرطة، يا حراس، ولك من شان الله اطلعوا لعني. لك طول بالك. لك يا شرطة، المجنون بده يقتلني. ولك يا شرطة. ولك يا عمي ما حدا عم يرد علي. لك يا شرطة، يا حراس. مصادرة وقف. من شان الله يا أخ، من شان الله. في رجال عم يستغيث ويمكن ينقتل إذا ما لحقتوه، بتروح عليه حياته المسكينة. طيب شو تريدني أعمل لك يا حبيبي؟ يعني كان يتدخل باختصاص غيري؟ لك شو تتدخل باختصاص غيرك؟ ليش أنت مو شرطي؟ بلا بس أنا شرطي بالبلدية وما علاقة بالمواضيع هاي كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. مرحبا يا أخ. أهلين وسهلين. وين بتشتغل حضرتك؟ بالشعب الثاني. ليش؟ وين يعني بالشعب الثاني؟ شعبة مكافحة الجرائم. ليش؟ أخ الحمد لله. ممكن تشرف معي يا أخي؟ في شخص عم يتعرض لجريمة قتل وما في حدا ينقذه. وين؟ هون بالحارة اللي جنبنا. والله إذا بهالمنطقة بدك تعذرني يا مواطن. ليش بقى؟ لأنه هاي المنطقة مو منطقتي. وين منطقتك لكان؟ أنا مسؤول عن منطقة فيلات الأستراد. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك شو هالنار هاد؟ والله تربطت ايدي. لك يا شرطة، لك مشان الله انبح صوتي. ولك يا شرطة. معقول هذا اللي عم يصير؟ من شان الله جاوبني، انت مبين عليك رجال صاحب ضمير. لا والله مو معقول، بس شو طالع بالايد؟
على كل حال انا بعرف شلون الشرطه راح تلبيك. لك شو من شان الله؟ لانه هذا المسكين اللي عم يصرخ ومرعوب يمكن ينقتل ونحن واقفين عم نتفرج. هيك فكرة؟ ما في غير هيك. لك يا عالم شو هالفرقتان هاد؟ شو هالتسيب؟ شو هالاهمال؟ لك يا عالم شو هالفرقتان هاد؟ شو هالتسيب؟ شو هالاهمال؟ تفضل معنا ست فريد. لوين بدي تفضل؟ مو شغلك هنيك بتعرف. وين هنيك؟ بالفرق. ليش حضرتك شو بتشتغل؟ انا رجل امن. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب الرجال اللي راح ينقتل شو مصيره؟ بيقربك شيء؟ لا حبيبي ما بيقربني منوب، بس من منطلق انساني التهفت له وحبيت ساعده. هلا صاب مين يساعدك؟ شرف. لا وين طول بالك يا عمي. لك طول بالك شو سوي العبها؟ هيك؟ لك مش حبينا نساعد الزلمه نحن. ولك يا شرطة يا امن يا جنائية مشان الله الحقوني. تعرفوا شو لازم تسووا فيه لهذا عم يجعل يصرخ؟ تكتبوا له ضبط اغلاق راحه للجوار. يكرم عينك. شو تعليقك استاذ معاويه؟ الحقيقة ما عندي تعليق، لأنه يا أستاذ هشام القصة ظريفة وفارضة نفسها، ودائما الأدب والفن الساخر بيلجأوا للمبالغات والتجسيد والتهويل وبيعملوا من الحبة قبة مشان لفت النظر، مثل رسامين الكاريكاتير يعني. تماما، كلام سليم. ويا ترى بقية قصصك هيك؟ بتحب تسمع كمان استاذ؟ يا ريت. يا سيدي هي القصة صارت مع أحد المليونيرين. والله يا أبو جهاد أنا مالي موافقة على هالمشروع. ليش يا سلوى؟ لا تغلطي، المشروع مهم كتير. بيجوز يكون مهم، ما بقول لك لا، بس أنا خايفة تكون تكاليفه كتيرة. يا ستي طمني، المصاري موجودة لا تاكلي هم انتي. ايه بس بخاف هالمشروع ما يجيب تكاليفه أو يخسر لا سمح الله. لا ما في مشروع بيخسر، خاصة إذا كان مدروس. ما بعرف شو بدي اقول لك، أنا مشروع حديقة الحيوانات كله على بعضه ما حبيته. ليش؟ صدقيني مرابحه خيالية. يعني أنا لما كنت بأمريكا المرة الماضية اجتمعت بالمسؤولين بحديقة ديزني لاند، استفسرت عن كل كبيرة وصغيرة، ولقيت هالمشروع إذا صار عنا بده يكسر الدنيا. خاف الدولة تسبقك وتفكر بالمشروع قبل منك. يسلموا هديات يا حبيبتي يا رولا. الله يسلمك. يسلمون. الله يسلمك. يا ستي الدولة خاطر ببالها هالمشروع من زمان وما كان يشبع دراسة، فليش ما مننفذه قبل ما تنفذه هي؟ هلا انت ما لقيت تفكر غير بالحيوان، فكر بالانسان. ليش هذا المشروع مو للانسان؟ ليش فكرك انا رح ابني حديقة حيوان وحط ناس بقلب القفاص وخلي الحيوانات تتفرج عليهم ولا العكس؟ يو انت الثاني. على فكرة نحن في عنا حديقة حيوانات بالريف. ها نحن عنا حديقة حيوانات؟ طبعا. وين بقى؟ شو وين عم لك بالريف يا سيدي، فيها قرد وسعدان وقطة وأرنب وطاووس وديك حبش كمان. ها قلتك، فليش نحن نحط مصاري على الفاضي؟ طيب هلا أنا فرضا وافقتك على الفكرة، مطالعة الرخصة تبع المشروع سهلة ولا صعبة؟ لا والله مو بسهولة يا سلوى، فيها عذاب ما بعده عذاب. يعني حلك انت تعرفي روتين بلدنا. روتين ولا شي تاني؟ ستي من جميعه. هلا انت بتعرفوا للمدير العام تبع الرخص؟ لسوء الحظ انا بعرف ناس كتير، بس هالشخص هاد بالذات ما بعرفه. يعني جديد؟ ايه جديد، وانا كنت اعرف اللي قبله. بس هداك كان راسه ناشف كتير. وهاد كمان سمعت انه راسه انشف من هداك ب1000 مرة. شو عرفك؟ لاني بصراحة قدمت رخصة للمشروع بدون ما اقلك ورفضها. شلون هيك ما بتقلي؟ قلت لحالي خليني احط الرخصة بجيبتي، بعدين يا بنفذ المشروع يا اما بلغي. يعني اجتمعت بالمدير العام؟ لا، بعت الرخصة بالبريد. وشو اسمه المدير؟ اسمه هاني عبد الحق. لا وكل واحد عامل لي حاله شريف من اشراف مكة. طيب اذا رافض لك المشروع مرة ثانية شو رح تساوي؟ لا تخافي عليه، ما رح خليه يرفضه. يعني بدك تعطيه مصاري؟ ما بعرف يا سلوى،
لانه سمعت انه هالزلمه يا اما كرشه كبير يا اما انه ادمي فعلا، لانه عم يقلع الناس من عنده تقليع وما عم يوافق لحدا على اي مشروع. طيب ليكون هيك التعليمات؟ ما في تعليمات ولا بطيخ بسمير، بس هذا الزلمه ما بيقبض الا بالكبيره، اما المبالغ السخيفه فما بتعبي راسه منوب. هيك سمعت، انا لسه ما شفته. شلون بدك تشوفه؟ اخذت منه موعد بكره. طيب كيف بدك تفتحوا بالموضوع اذا رفض لك المشروع؟ موضوع شو؟ ليكون قصدك موضوع الإكرامية؟ ايه ما بعرف، محتار يا سلوى، لأنه الإكرامية صار موضة ما شاء الله وكان. لا والنهفة إني ما بعرف مين مفتاحه حتى خليه يدبره. طيب شو الطريقة لحتى تعرف مين مفتاحه؟ ما رح استنى، رح أروح لعنده هيك دجني دجتك العافية وأنا وحظي. معناها في شي ببالك، اجوزي وبعرفك. ستي انت ادعي لي وإلك علي اذا هاني عبد الحق وقع على الرخصه اني اشتري لك مزرعه يعفور يلي شفناها اليوم واستغليناها. عم تحكي جد؟ ولك طلباتك عندي اوامر. صباح الخير استاذ. صباح النور. وصل ابو جهاد. ابو جهاد خليه يتفضل. حاضر. تفضل استاذ. شكرا يا انسي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضل. شكرا استاذ. يا اهلين وسهلين. شلون الصحة؟ ان شاء الله مرتاحين. نشكر الله دائما وابدا. هو صحيح ما صادف اني التقيت بحضرتكم، بس مسموعاتكم العطره هي اللي دفعتني لزيارتكم. يا اهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك. شرفت. شلون بتحب قهوتك؟ وسط لو سمحتي. قهوة وسط يا انسي. حاضر استاذ. هو الحقيقة أنا كمان سمعت عن نشاطاتك ومشاريعك الاقتصادية الهامة يلي من شأنها تخدم البلد. الحمد لله يا سيدي، ولحسن الحظ إنه طلبي هالمرة عندك وبتمنى منك إنك تلبيه. ما بنقصر إن شاء الله، على عيني. نحن بدنا خدمة يا أبو جهاد. هذا يا سيدي من مدة قريبة طلع من دائرتكم الفنية أمر بعدم الموافقة على مشروع حديقة الحيوان بوبي لاند يلي ناوي ابنيها بهالبلد. وبصراحة أنا يعني استغربت هالرفض، مع أنه المشروع مستكمل لجميع المواصفات الفنية والتقنية وبيشمله قانون الاستثمار رقم 10 واللقمة وصلت للتم. بيجوز، بس ما بتشوف معي أنه هاللقمة كبيرة شوي، لأنه معلومك اللقم الكبيرة بتعمل عسر هضم إذا انبلعت. يعني الشغلة مو سهلة مثل ما لك متصور. البركة فيك هاني بيك، يعني الشغلة بإيدك وبتوقيع صغير من جنابك بيمشي الحال. اسمح لي اقول لك يا ابو جهاد انك غريب الاطوار. انا غريب الاطوار؟ ليش هاني بيك؟ يعني كل مشاريعك فيها جرأة وتجاوز وطموح. ايه طبعا، لانه رجل اعمال وجبان ما بيصير، والمشاريع الكبيرة بدها قلب قوي والباقي على الله. طيب شو اللي خطر ببالك تبني حديقة حيوان؟ سؤال وجيه هاني بيك، وهالسؤال له عندي قصة. هات لشوف شو هي. الحقيقة أنا حبيت ابني حديقة حيوان وفاء مني لكلب الله يعزك، وناوي سميها بوبي لاند. ما فهمت عليك. وفاء منك لشو؟ لكلب الله يعزك. لأنه الحقيقة كان عندي كلب بالفيلا تبعي مشان أغراض الحراسة ومات، وأنا حبيت ابني له حديقة حيوان وفاء مني لشخصه وخدماته. ما قلت لك انك انت غريب الاطوار يا ابو جهاد؟ لك حدا بيبني حديقة حيوان بمئات الملايين وفاء لكلب؟ قل لي يا ابو جهاد، هلا انت عم تمزح ولا عم تحكي جد؟ صدقني ما عم بمزح هاني بيك، بس انت لو تعرف شو مزايا هالكلب كنت عذرتني وعطيتني الرخصة فورا. وشو مزايا هالكلب بقى؟ اولا كان شجاع جدا وقلبه قوي، حتى انه مرة صار عندي حريقة وعلق القط الصغير جوات الغرفة، فما كان من الكلب الا انه اقتحم النار ومسك القط من رقبته باسنانه وانقذه. هيك لكان. وشو كمان؟
النقطة الثانية المهمة بأخلاقه هي الوفاء. يعني مرة مرضت مرضى تقيلة تماما، فالمسكين قعد قدامي ليل نهار وهو عم يخدمني ويعطيني حبوبي وأدويتي بمواعيدهم. مرتي يلي هي مرتي ملت مني ومن ضعفي، بس هالكلب ما مل وما صدق امتى طبت. هلا معقولة كلب يعمل ممرض؟ الله يخليك يا ابو جهاد. مثل ما عم اقول لك، وفوق هالشي كان امين جدا. اسمع هالقصة هاني بيك. مرة ضوعت جزداني وفي أكثر من $50,000 ترافل شيك. أنا بصراحة قطعت الأمل إني لاقي الجزدان، وما شف لك إلا بوبي بعد ساعتين جايب الجزدان لنص حضني ومو ناقصين شيك واحد. هلا هيك عمل الكلب؟ والله اللي ما بيعرفك بيجلك يا ابو جهاد. يعني عدم مؤاخذة، انت جاي تضيع لي وقتي وتتمسخر؟ شو شايفني قدامك؟ لا ابدا ابدا، معاذ الله اني اتمسخر. انا عم بحكي حقائق ووقائع جرت معي شخصيا. حتى انه بوبي من كتر ما بيحب الاولاد سرق مني مره 500 ليره، فقلت لحالي منين متعلم هالسرقه ابن الكلب؟ يعني لو انه فايت دواير ومؤسسات بيجوز يكون تعلم يسرق. بس بوبي ما بيخالط حدا منوب. المهم متاري لك هالبوبي بده يشتري اكلات طيبه لاولاد الناطور. هلا لا تجنني يا ابو جهاد، الله يخليك. انا مالي فاضي للسرسره واللعي، عندي مشاغل فوق راسي. بس انا يا هاني بيك ما عم اخترع القصص اختراع، عم بحكي واقع عشته وشفته وجربته. ولك يا بني ادم، معقوله كلب يعمل كل العمايل؟ البني ادم ما بيعملها؟ لا ومو بس هيك هاني بيك، في شيء ثاني؟ ايه نعم يا سيدي. بوبي قبل ما يموت سلمني وصيته. شو سلمك؟ وصيته سلمني الوصيه تبعه. اتق الله يا رجل وحاجتك تخريف بقى، العمل لنصها. شو جنيت يا ابو جهاد؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ صدقني ما جنيت يا هاني بيك، لساتني بعقلي. شلون بعقلك لساتك شلون؟ معقول كلب يوصي؟ إيه هذا اللي صار، كلب وصى. وشو وصاك بقى؟ تعمل له سبيل مي على روحه ولا تفتح له سوبر ماركت العظام؟ لا مو هيك وصيته. وصاني بوبي اني ابني حديقة حيوان حتى يزوروها الاطفال ويتذكروه، لانه هو كان معشراني كثير، يعني صديق حميم للاطفال. وبدك ياني بجلالة قدري وارتفاع مركزي اعمل بوصية كلب واعطيك الموافقة على رخصة البناء؟ شو هالكلام اللي ما بينسمع يا ابو جهاد؟ قسما بالله لولا مكانتك وموقعك بالبلد كنت الغيت الزيارة فورا، مو ازدراء لشأنك واستخفافا بشخصك. بس كمان مو معقولة تقعد تحكي شروي غروي وتضيع لي وقتي بقصص الكلاب. والله يا هاني بيك انت حر، بدك تعطيني الرخصة اعطيني، ما بدك تعطيني انا ما بقدر اجبرك بنوم. انت حر ماشي. على كل حال من جملة ما وصى بوبي وصالك بشيك قيمته $200,000، بس انت حر يا اخي. بشو وصالي؟ $200,000 الي انا؟ نعم. وبوبي ذكر اسمي بالوصية؟ ايه طبعا، ليش جاي ازورك لكان؟ مشان سلمك الشيك. بس مو مشكلة هاني بيك، انا ما بقدر اغير قناعاتك ابدا. السلام عليكم. لا لحظة يا ابو جهاد، لحظة الله يرضى عليك. تفضل ارتاح. لكن ما استوعب منك، انا ما عم استوعب. بدي اياك تفهمني. هات لشوف. عدلي. تفضل ابو جهاد. يا هاني بيك انا ما بقدر اجبرك تاخذ الشيك، انت حر التصرف طبعا، بس مكتوب بالوصية إذا لم يقبل هذا المدير بين قوسين هاني بيك المطيلس، إذا لم يقبل هذا المبلغ فأرجو تقديمه لجمعية خيرية. على كل حال فرصة طيبة هاني بيك، وأنا سعيد جدا بالمعرفة. لحظة يا أبو جهاد، عود لسه ما شفناك منيح. عود تفضل ارتاح. خير في شيء هاني بيك؟ لا هو بس بصراحة أنا عم فكر إنه الوصية لازم تحترم ولازم تنفذ حتى تطمئن روح صاحبها. شو قصدك هاني بيك؟ يعني أنا مضطر غصبا عني واحتراما لآداب الوصايا إني أقبل، ما في كلام. وأنا هيك عم أقول. اتفضل يا سيدي، وهي الشيك.
شكرا يا ابو جهاد. انا ما دخلني، ما انا الا واسطه بينك وبين بوبي. يعني اذا كان بتجوز الرحمه عليك يا سيد بوبي وغفرانك ربي، فرحمه الله على سائر ما خلق. معاملتك عندي يا ابو جهاد. مع الموافقه الفوريه للضرورات الملحه. تفضل يا ابو جهاد. يا سيدي كتر خيرك، وانا اعترافا بتفهمك العميق وتعاونك رح ابدل اسم الحديقه من بوبي لاند لاسم تاني من بعد اذنك. ايه، وشو رح تسميها؟ يا سيدي رح اسميها هاني لاند. يا سيدي قصة حلوة وجريئة. هو صحيح أنا بحسب حساب للرقابة كتير، بس هالمرة يا أستاذ هشام بدي أنشر هالقصص وعلى مسؤوليتي الخاصة، لأنه يا أخي أحيانا بالرقابة بزودوها شوي، وياما في أعمال اتحفظت عليها الرقابة ونشرتها أنا، وبعد نشرها أخذت من المسؤولين الكبار شهادات تقدير هالقد قدها وكتب ثناء. يعني عجبتك القصص أستاذ معاوية؟ أنا عجبتني، طبعا الرأي للجمهور. انت اعطيني هالمخطوطات كلياتها وراح باشر لك بالطباعة ان شاء الله. بالحقيقة انا عاجز عن الشكر. يا سيدي ان شاء الله تكون فاتحة خير. تشرب قهوة؟ اي والله جبتها. اطلب لنا لكان. يا ايمن. وهي الكتب صارت جاهزة استاذ هشام. الله يعطيك العافية. لو انت عم توصلهم استاذ على البيت؟ لا رايح اوزعهم على المكتبات فورا. استاذ بدك اي مساعدة قل لي. لا سلامتك. الله يسلمك. سلم لي على الاستاذ وقول له بكره الصبح بنروح لعنده. ولا يهمك. مع السلامة يا استاذ. الله يسلمك. يسرى. الله معك. الو، مرحبا استاذ معاوية. خير؟ ليش المطبعة مسكرة؟ شو ليش؟ تاري سلطة الرقابة أقوى من كل السلطات.